إبراهيم البكري يعفو عن قاتل ابنته حنين. ظهر إبراهيم البكري يوم الخميس بأول تصريح له عقب واقعة العفو عن حسين هررة قاتل طفلته حنين. وقال البكري في مقطع فيديو أن عفا عن حسين هررة لله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا للشعب الذي حضر وتضامن، وثالثا إكراما ليوم استشهاد القائد منور اليافعي أبو اليمامة. وقوبل قرار البكري بالعفو عن حسين هررة بإشادة مجتمعية واسعة في موقف جسد روح المحبة والتسامح. أدلى حسين هررة بتصريح ترحم من خلاله على روح الشهيدة حنين البكري، وأبتهل من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عفى الله عنه وأدفع عنه نار جهنم، اللهم أمين. إبراهيم البكري يعلن موقفه النهائي من قضية العفو في دم ابنته حنين. أعلن عفوه عن القاتل حسين هررة. أعزائي المتابعين، بكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.